يا صباح الفل، عاملين ايه؟ وحشتوني من اخر فيديو نزلته. اتمنى يا رب تكونوا بتتفرجوا على الفيديو ده وانتوا كويسين وبألف خير يا رب. روتين النهاردة هو مش هيكون فيه اي تنظيفات خالص للبيت، يعني هو كده شوية مشتريات بسيطة جدا هوريها لكم، لاني دايما بحب اشارك معاكم كل حاجة مع وصفة غدا كده، مع طريقة الميني بيتزا. الفيديو ده تكملة من بعد ما جيت من اسكندرية. لو كنتوا اتفرجتوا على الفلوج بتاع اسكندرية، فدي الحاجات اللي انا جبتها من هناك، يعني كانت بسيطة جدا. وهو المج ده انا جبته، كان يا جماعة الاسعار هناك جميلة قوي، يعني شوية الحاجات اللي هوريها لكم دي تقريبا ما كملتش 100 وحاجة، يعني كانت سعرها قليل جدا. المج ده لو جيت اشتريته من المحافظة عندي انا ممكن لوحده يعمله 70-80 جنيه، انا كنت جايباه بنص التمن ده. دايما كده بحب اجيب كوباية شكلها جديد مختلف، هي دي ترند يعني الفترة دي وناس كتير جابتها، بس انا قصدي في بيتي، يعني اللي هو لما بجيب اي حاجة برضو مختلفة في بيتي وكده واشرب الايس كوفي فيها، برضو بحس بتغيير يعني. جبت كمان بقى المبخرة دي يا جماعة، كان سعرها رمزي جدا وشكلها تحفة، اللي هو البتاع الحديد دي صغيرة، لما باجي افتح المبخرة بتحطي فيها مثلا فحم سريع، ومن فوق كده حبة البخور، وبتبقى جميلة جدا في البيت. كمان الجاليري اللي انا دخلته هو كان جاليري اصلا، فلقيت فيه كلمة هوم دي اللي هي جولد. انا عندي ركنة الليفينج فيها برضو زي سيرف كده لونه جولد، فحسيت انها هتليق قوي. هبقى احطها مثلا في عمود عندي كده جنب التلفزيون، هتدي برضو شكل حلو، لاني اللي عارف واللي متابعني واللي عارف الاقي هيعرف اني الريسبشن عندها ما فيش اي ديكورات خالص وفاضي، وكل كده فترة بحاول ان انا اجيب حاجة بسيطة كده ان انا ايه اظبط الدنيا يعني. فالمهم برضو رحت لقيت ماي كيتشن دي، عجبتني جدا، لونها حلو كده، وقلت هتبقى في المطبخ عندي تحفة. فالحاجات دي كلها كنت جايباها من جاليري في اسكندرية، كان سعرها الحاجات دي كلها كان سعرها زي ما بقول لكم قليل قوي، فاتبسطت بيهم رغم ان هم حاجات قليلة ومش كتير، بس حبيت ان انا برضو اوريها لكم. انا هنا بقى كنت بوريكم طريقة الميني بيتزا. انا كنت زهقانة كده بالليل وقلت اعمل حاجة كده حلوة للفطار، اللي هو اصحى من النوم تبقى جاهزة للفطار وكده. فعملت ميني بيتزا. اول حاجة عملتها هي كوباية لبن، زودت عليها معلقة كبيرة خميرة ومعلقة ونص كبيرة سكر. قلبت كويس قوي اللبن والخميرة والسكر مع بعض، وسبتهم حوالي 10 دقايق لحد ما حسيت ان الخميرة كده شغالة وانتفخت شوية. وبعد كده رجعت حطيت 3 كوبايات دقيق، ومعاها معلقة صغيرة بيكنج باودر وربع معلقة صغيرة كده ملح. عاوزة اقول لكم يا جماعة الوصفة دي لأي عجينة انا بعملها بتبقى خطيرة وحلوة جدا. كمان انا بزود فيها يعني معلقة ونص كده كبيرة زبدة سايحة. في العادي كمان الوصفة دي بتعمل لي 2 بيتزا وسط، وبزود عليهم بضاية كمان. فانت لو حابة تزودي بيض عادي، مش حابة برضو براحتك. انا المرة دي ما كنتش حاطة بيض، وكان والله طعمه حلو جدا. هي دي مكونات البيتزا، بس هي خميرة وسكر ولبن. انا دايما بحب اعملها باللبن، بتبقى طعمة جدا، وزبدة ودقيق وبيكنج باودر وحبة ملح صغننين كده، بس كده. عجنتهم شوية حلوين مع بعض كده 10 دقايق لحد ما العجينة بقت حلوة كده وجميلة ومش بتلزق معاكي. لو حسيتي ان بعد ما حطيتي المكونات دي كلها بتلزق، ممكن تحطي حبة زيت صغيرين جدا كده، وهتلاقيها عجينة ماسكة نفسها كده وحلوة جدا. بصوا بقى انا سبتها حوالي ساعة، بعد ما عجنتها اختمرت وبقت جميلة قوي ما شاء الله. بعد ساعة ابتديت بقى ان انا افردها كده فردة، ما تبقاش سميكة قوي ولا برضو رفيعة جدا، يعني هي ما كانتش رفيعة جدا، لاني قلت برضو يعني بعد ما اقطعها للميني بيتزا هتختمر كمان وهتبقى منفوشة شوية. فجبت بقى كده اي حاجة موجودة عندك تقدري تعمليها، ويا سلام لو حديد عشان ما تطلعش عينك زي دي. يعني دي طلعت عيني شوية عشان كانت بلاستيك وما كانتش عارفة، يعني ما كنتش عارفة اعمل العجينة قوي، فاهمين؟ عملتها شكل كده وشكل كده، اللي هو شكل اعمله بالكوبايات، وشكل ان انا اقطع حتة عجينة صغيرة واعملها انا بايدي كده اللي هو ميني بيتزا. انا جبت بقى الصينية بتاعة الفرنة وحطيت عليها حبة زيت كده ومن فوق حبة دقيق عشان خاطر الميني بيتزا ما تلزقش. انا دايما بعمل كده لاي حاجة، عملت كيكة، عملت مخبوزات،
اي حاجه بعملها بحط حبه زيت صغيرين وعليها شويه دقيق. جماعه صينيه البوتاجاز دي استغلوها قوي والله، حلوه جدا احسن من يعني. أنا الاول لما كنت اجي اعمل اي حاجه استخدم صينيتين، مثلا لو هعمل 2 بيتزا استخدم صينيتين، لا دلوقتي بقيت بصراحة ان انا استخدم صينية البوتاجاز دي، حلوة جدا بتشيل معاكي 2 بيتزا. ممكن لو انتوا عيلة بقى تفردي العجينة بتاعت البيتزا كلها عليها كده وبتبقى حلوة. عملت بقى شكل زي ما بقولكم بالكوباية، وشكل تاني عملته بايدي، هو اخد مني وقت شوية بس بصراحة كان احلى. في تلك الحالات يا جماعة هو العجينة كانت طرية جدا جدا بصراحة. ما كانش عندي بقى صلصة بيتزا في البيت، فبصراحة انا عملت لي كده حبة صلصة ليها، وكانت والله طعمها احلى من الجاهزة. وقطعت طماطمايه على فلفلايه على حبة زيتون، حاجات كده جماعة بسيطة جدا. وعملت والله ميني بيتزا تخلينا نفطر بيها نتعشى بيها. يا سلام بقى لو كترت الكمية، لان يعني اللي هو تحسي مهما عملتي ده برضو لا تحسي انك قليل، يعني طول ما حد رايح جاي كده كل واحدة فبيخلص بسرعة. شغلتها على فرن حوالي 180، هي ما خدتش دقايق يا جماعة، يعني شغلتها على 180 درجة تمام، وما اخدتش دقايق ولقيتها اخدت لون من تحت. بعد كده رفعتها فوق، قبل بس ما ارفعها فوق وتاخد لون جبت بقى زبدة كده وحطيتها دهنتها يعني من فوق، بتديها طعم حلو قوي. كمان في البيتزا لو انت هتعملي بيتزا خليها تستوي من تحت وتاخد لون، وقبل ما تطلعيها على الشواية تدهنيها كده بحبة زبدة او ممكن سمنة براحتك اللي موجودة عندك يعني، بس ده هيحلي الطعم طبعا عن انك تحطي زيت، يعني بلاش زيت خالص. اي مخبوزات بقى بعملها اي حاجة عشان خاطر تكون طرية، اول ما تطلع من الفرن على طول وهي سخنة كده هاتي علبة تلاجة واحفظيها فيها عشان خاطر يعني تبقى متغطية كده وتبقى طرية. كمان عودي نفسك حتى لو جبتي عيش بلدي سخنتيه في الميكروويف ولسه هتاكله قدامكم مثلا 5 دقايق 10 دقايق على الاكل، برضو غطي العيش بتاعك في الكيس علشان خاطر ما ينشفش منك. الميني بيتزا بقى عملتها من امبارح بالليل وصحيت من النوم قلت افطر بيها، وعملت جنبها كده الايس كوفي بتاعي، ده بقى مشروبي الاساسي يا جماعة في الصيف. يعني اول ما الصيف يجي كده لازم لازم كل يوم اشربه. حاليا ما بقتش اشرب قهوة زي الاول، يعني فعلا بقالي فترة كبيرة ما شربتش قهوة، فقلت استبدلها شوية بالايس كوفي. انا هنا بقى كنت بعمل غدوة كده اقتصادية وحلوة جدا من غير لحوم ولا اي حاجة، وخفيفة وفي نفس الوقت صحية وحلوة جدا. هتقطعي عادي بطاطس مكعبات وتقلبيها كده مع حبة زيت، ما يكونوش كتير قوي. لو عايزة برضو تحمري اصلا البطاطس من الاول في زيت يعني كتير وكده ممكن تعملي كده براحتك، بس لو انت عايزة تقللي الدهون شوية يعني حطيها في حبة زيت وهتحمر برضو معاكي حلوة قوي. بس اهم حاجة البطاطس ما تحطهاش على الزيت الا لما الطاسة تسخن جدا، عشان لما تيجي تنزليها على الزيت تبقى مقرمشة كده وتحسيها كريسبي وفي نفس الوقت طرية من جوه، يعني بلاش تحطيها والزيت لسه مش سخن. انا هنا بقى جبت بتنجانة كده ورحت شويتها على البوتاجاز. ممكن الطريقة دي تقطعي البتنجانة عادي وتحمريه زي البطاطس، بعد ما تخلصي البطاطس وتحمريه ويستوي وتحطي الاتنين على بعض، او تشويه زي ما انا عملته. الوصفة دي يا جماعة مش مكلفة طبعا خالص خالص، غير كده طعمها حلو جدا هتعشقيها. ممكن تعمليها في غدا في عشاء في فطار في اي وقت انت تحبيه. هرست بقى البتنجان بالشوكة كده، وبعد ما البطاطس استوت رحت طلعتها من مكانها علشان خاطر انزل بقى كده الخضار الباقي. قطعت بقى بصلاية مع فلفلاية، طبعا تقدري تزودي الكمية براحتك جدا. وقطعت كمان حوالي 2 طماطمايه. بس قلبت بقى كده البصل مع بعض والفلفل لحد ما دبل شويه، يعني ما لحقتش ان انا اسيبه يدبل، نزلت على طول الطماطم علشان خاطر يعني يدبلوا كلهم سوا كده. صح يا جماعه نسيت، وانا بشوح كده البطاطس في الاول خالص حطيت حبه ملح وكمون عشان تديلها كده طعم. هنا بقى بعد ما الخضار دبل شويه زودت عليه بابريكا وفلفل وملح وحبة مية صغيرين كده عشان احس ان فيه شوية صوص بسيط ويستوي كده مع الخضار. بعد ما الخضار دبل كويس رحت حطيت البطاطس، وبعد كده رحت حطيت البتنجان المهروس. والله يا جماعة الاكلة كان طعمها تحفة جدا. زودي بقى ملح زي ما انت حابة لو هو محتاج، وتاكليه بالعيش كده بيبقى خطير، جنبه مخلل بقى اي حاجة. الاكله دي تنفع معاكي فطار غدا عشاء، لانها يعني وجبه متكامله من كل حاجه.
اكتبوا لي في التعليقات انتوا حابين ايه الفيديوهات الجاية، لو في اي افكار جديدة مثلا حابيني اعمل لكم فيديوهات بافكار جديدة. اللي حابة مثلا تنظيف كده من الاول خالص، انها تنظيف عميق في حاجة معينة في بيتها، تكتب لي في التعليقات، ممكن نبتدي مع بعض ونشجع بعض. وكمان هستنى تعليقاتكم الحلوة اللي بجد بتسعدني من كل قلبي. قربنا نوصل ل5000 متابع، اوعوا تكوني بتتفرجي عليا دلوقتي ومش عامله لي اشتراك في القناه. بس كده، يا رب الفيديو يكون عجبك. لو عجبك ما تنسيش تحطي لايك وتدعميني، وشكرا ليكي جدا لو لسه بتتفرجي عليا لحد دلوقتي. استني مني فيديو جديد وروتين جديد ان شاء الله. مع السلامه.